والغيبه مش هتطول، وانا دايما موجوده. وكمان مامتي ان شاء الله الحمد لله جت بالسلامه عشان نحتفل كمان بعيد ميلادي ونحتفل بخطوبتي. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كلكم هتبقوا معايا في فرحي قريب. وكل الناس اللي في اللايف، المحامي بتاعي قاعد في اللايف وشايف كل الكلام بتاعكم، فيعني تكير علشان محدش فيكم يزعل. اوكي، كل الناس اللي في اللايف منورين. احمد ثانك يو سو ماتش، كل الناس، حسام، كل الناس اللي منوره، ام اياد حبيبه قلبي اختي جميله، ثانك يو لمحبتكم، وشكرا لكل الناس اللي سالت عليا في غيابي. كنت تعبانه شويه ورجعت لكم عشان وحشتوني، ودايما موجودين وبصحه طيبه. واللي مش عامل لي فولو يعمل لي فولو علشان احنا قربنا على المليون وعايزين نحتفل، وان شاء الله قريب هنحتفل كمان بعيد ميلادي وهنحتفل بخطوبتي رسمي، ونعمل بقى حفله كبيره وكلكم تبقوا موجودين معانا ان شاء الله. I love you so much لكل الناس اللي بتحبني، بموت فيكم. كمان انا كنت مشغوله بتحضير الخطوبه. I love you so much، بحبكم. وكل الكومنتات thank you so much، كومنتات بحبكم. كل الناس تعمل لي فولو، كل الناس كبس 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 عشان نلعب جولات كتير، احنا لسه فاتحين. ايه تاني؟ ماما جت شوف بقى ماما تعالي زي غلط. تعالي اقعدي. حاضر العبوا. بس مش عايزه اطلع. تعالي اهو. قولي بقى اللي انت عايزه تقوليه. وبعدين امي اقعدي. مبروك عليك الطفل التاني، مبروك. نورتي الدنيا كلها. ميرسي يا ماما. نورتوا الدنيا. خلي بالكم من منى، حبيبتي. اخيرا ماما جت يا جماعه النهارده. لسه جايه النهارده بقى عشان اشوفها واشوف خطيبها بقى واتعرف على خطيبها. راجل محترم جدا جدا جدا، واقف جنب منى وبيدعمها. ان شاء الله بقى هيفسحوني بقى الاسبوع ده، هنوديكي كل يوم بلد. ايوه. ربنا يحرسك ويحميكي من العين يا رب، يا رب يحرسك من العين. قولي لهم بقى انت مش جايه تحتفلي بعيد ميلادي والخطوبه ان شاء الله. انا جايه عشان كمان ماما جايه تحدد ميعاد الفرح يعني، فاهمين؟ واللي هيزعل منى بقى يعني انا هدعي عليه دعوه. خلي بالك، خلي الله الهدايا الحلوه دي، الشمسيه الجميله دي. حبيبتي اوعى حد يزعل منى يا اخوانا، دي قلبها طيب والله. البت القمر ديت اوعوا تزعلوها، وانت ما تزعليهمش، ما ترديش على حد. حبيبتي اللايف مسجل والمحامين بتوعي قاعدين والدنيا تمام. لا والله. يا بنتي مش عارفه مركزين معاكي ليه، يقعدوا يسجلوا لك. بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل موضوع. خايفه اقول مركزين معايا عشان حلوه فيقولوا ان حلوه دي جريمه. لا لا لا, لا. عشان وحشه مركزين معايا عشان وحشه. ربنا يحرسك ويحميكي يا رب. حبيبتي ربنا يحرسك ويحميك. تتفرجي على التي في وبره ولا هنا؟ لا هقعد معاكي بقى، انت وحشتيني. وانا وحشتني قوي يا ولاد. ربنا يرجعها بلدها بالسلامه يا رب. وانا قاعده هنا حلوه. لا ترجعي بالسلامه. بصوا بكره ماما يومين وماما رايحه السعوديه، يومين وهتروح لبنان، يومين وهتروح يعني هنسافرها ونجربها كل البلاد. ايه ده دبي، السعوديه، كله قطر. رايحين ابو ظبي بكره. ورايحه فين؟ رايحه البحرين. انا كان نفسي اشوف ابو ظبي واوديها الكويت. بيقولوا عليها حلوه قوي. فهفسحها يعني، فاهمين؟ ما بهبش الموت. احمد بيقول لك تنوري يا ماما سعوديه. شكرا ليك يا حبيبي. بصوا يا جماعه ماما جايبه ايه؟ لا بلاش بقى، بلاش الاكل المصري ده. ماما جايبه محشي وعيش. بلاش الاكل المصري ده، الله اكبر. بص بطنك هتوجعك، جايبه محشي وبط وفراخ. يعني بقى ماما خطيره والله العظيم. قبل ما تيجي بقى مصر اعمل لك كل اللي نفسك فيه. ماما لا بس انا عشان ربنا يجمعنا على خير يا بنتي. هنا واعيش هنا. ربنا يجمعنا على خير يا رب. انت ضربتي على الميكرويف خلاص كده؟ كل اللي حرمك مني كده وخلاكي حاسبني بقى، عايزاكي سبحه وتحاسبني. انا بحاسبن كل يوم والله. ماما يا جماعه بتحاسبن على اللي بيزعلني كل يوم. بس ما تقلقيش، المحامين قاعدين لو حد غلط هم هياخدوا بالاجراءات القانونيه. ما ترديش على حد، وكل اللي بيشتموا دول عيال تافهه. عيال تافهه مالهمش اي. ايه رايكم في القصه الجديده؟ حلوه؟ قصه الخطوبه دي.
هي دي المويان. مويان قاعده. المويان. لا تعال تعال انت تقعدي تسلي. انا سايبه الناس تشتم معايا، انا مش هنطقس حد. ليه؟ على فكره يا جماعه، ايه لكل الناس الموجودين طبعا انتم منورين. والله بس محامي قال لي لما ما تمسحيش حد، يعني انا اي حد هيشتمني انا هاخد الاجراءات القانونيه ومش هرد على اي حد. فاللي عايز يشتم براحته، انا مش هرد على حد. على فكره في صالحك عشان نقول للمحكمه ان هم بيشتموكي يعني. في صالحك تتعرضي للتنمر. فاللي عايز يشتم يشتمني براحته. انا اي حاجه مش هرد عليها. محامين موجودين في اللايف وحاضرين اللايف، وهناخد اجراءاتنا القانونيه. لان لما اصلا انا في دوله بتحترم القانون، ومصر بتحترم القانون، وكل الدول العربيه بتحترم القانون. فاي حد هيغلط فيا هاخد حقي بالقانون ومش هرد على اي حد وبس. ومامتي جايه عشان تحتفل بعيد ميلادي، وعلشان تحتفل بالخطوبه وتحدد ميعاد الفرح. ربنا يستر. وبجد كل الموجودين منورين. مداهم اخويا الكبير، شاكر اخويا الكبير، في مصر. ماما عايزه تعمل اول فرح في انا عايزه اعمل اول فرح هنا. لا في مصر عشان العيله. ماشي حاضر. ماما يا جماعه خطيبها زي القمر، الله اكبر يا رب، بس ما ياخدش عين. هو خد العين خلاص، هو خد العين. لا ان شاء الله لا. مش بحب اقول خطيبي مين. بصوا عايزه افهمكم حاجه، ان كل الناس اللي بتحبك هتفضل تحبك زي ما انت. كل الناس اللي ما بتحبكش هتفضل ما تحبكش مهما عملت. يعني لو انت استشيخت ولبست نقاب ولبست وبقيت شيخ وبتتكلم في الدين، برضو الناس هتهاجمك. فاللي بيهاجم ده هو اصله مش طيب، فهيفضل يهاجم. نو ما ببررش والله. وبالنسبه لخطيبي هو بيزنس مان مش مصري، ومش بحب اقول هو مين لان هو مش مشهور على السوشيال ميديا، هو ما عندوش اكونتات خالص. واي لاف يو سو ماتش كل الناس الموجوده. بما اننا 3600 ده انا الغيبه طولت بقى، ده انتوا بقيتوا اكتر بكتير. لكل الناس اللي بتحبني منورين الدنيا، اعملوا لي فولو علشان عايزين نقفل المليون. لان كمان للمليون في احتفال كبير ليكو. احتفال المليون ده هيبقى انتوا السبب فيه، فالاحتفال ده هيبقى ليكو انتوا، وهنعمل حفله كبيره. وكمان عيد ميلادي في حفله كبيره، والخطوبه هتبقى عائليه بس هتبقى هنا يعني. هنعمل حفله برضو حلوه. وبحبكم، بموت فيكم. وقولوا لي بقى الاغاني اللي انتوا تحبين تسمعوها، عشان كمان هنلعب جولات حلوه قوي النهارده. وشوفوا بقى مداهم وشاكر وصحابنا وحبايبنا وكل الناس اللي بتفتح. كافيه مداهم فين؟ ايه؟ عمل كافيه جديد. يا حبيبي ربنا يكرمه، ده جميل. باركيله. الف مبروك لمداهم، الف مبروك لمداهم على الكافيه الجديد. الف مبروك يا مداهم، انت اخويا الكبير وانا بحبك جدا. وشاكر انا بحبك جدا جدا يا شاكر، وانت اخويا الكبير وسبورت ليا، اكتر اتنين في التيك توك سبورت ليا، وبطرانه طبعا.